لو انت راجل متجوز او ناوي تتجوز، الفيديو ده هيوفر عليك 8 سنين بهدلة. تخيل تدفع ملايين وتتمرمط في المحاكم، وفي الآخر يتقال عليك مش أب. رائع. عشان ده ايه؟ اللي حصل بالظبط مع أحمد عز وزينة، والثلاث غلطات دول اوعى تعملهم في حياتك. القصة من 20 سنة. أحمد عز نجم كبير، وزينة ممثلة. اتقال إن في جواز عرفي بينهم. بعدها بسنين زينة طلعت وقالت أنا معايا منك توأم. أحمد عز رد وقال معرفش. ومن هنا بدأت الحرب، الممثل زي قضية إثبات نسب، تحليل DNA، محاكم، إعلام، فضايح. 8 سنين كاملين بهدلة. الخسارة كانت إيه؟ فلوس، سمعة، أعصاب. السؤال بقى، رائع. عشان ايه؟ تخيل نفسك مكان أحمد عز، هتستحمل البهدلة دي؟ دي مشكلة بتخوف أي راجل من الجواز والخلف والمسؤولية. السبب في 3 غلطات. طيب إيه اللي وصلهم لكده؟ 3 غلطات. الغلطة رقم 1، مفيش ورق. إحنا بلد ورق، مفيش الممثل ورق زي يبقى خلاص مفيش إثبات. أول غلطة وأكبر غلطة الجواز العرفي من غير إثبات. يا صاحبي، القانون في مصر ما بيعترفش بالكلام، بيعترف بالقسيمة. مفيش قسيمة تساوي هتفضل سنين رائع. عشان تثبت ايه؟ إنك أب أو إنك متجوز. الدرس، اوعى تدخل أي علاقة رسمية من غير ورق حتى لو بتموت فيها. الغلطة رقم 2، الكلام في الإعلام. تاني غلطة، كل واحد فيهم كان بيطلع يرد على التاني في الجرايد والتلفزيون، وكل كلمة كانت بتتقلب الممثل عليهم زي وبتكبر المشكلة. الدرس هنا بقى إيه بقى؟ مشكلتك لازم تحلها. مشكلة عائلية مكانها المحكمة والمحامي، مش الفيسبوك. الغلطة رقم رائع. عشان 3، ايه؟ الجهل بالقانون. 3 غلطة محدش فيهم قعد وفهم. الحضانة لمين؟ النفقة كام؟ الرؤية دخلوا بقلبهم وطلعوا بالقانون، لبسوا في حيطة. الدرس قبل الجواز والخلفة، أفهم إيه ليك وإيه اللي عليك. نطلع بإيه من قضية زينة وأحمد عز؟ الممثل 3 زي دروس اوعى تنساهم. الدرس الأول، جواز يبقى رسمي، طلاق يبقى رسمي، اتفاق يبقى رسمي ومكتوب. الورقة اللي هتحميك بعد 10 سنين. رائع. عشان ايه؟ الكلام بيطير. الدرس رقم 2، حصلت مشكلة، محامي وبس. ممنوع تطلع تغلط، وممنوع ترد على النت. كل ما سكت كل ما كسب القضية، كسبت احترامك. الدرس رقم 3، افهم قبل ما تلبس. الجواز مسؤولية والخلفة مسؤولية الممثل زي أكبر. اسأل محامي واقرأ واعرف حقوقك وواجباتك عشان ما تدفعش تمن جهلك. وبعدين الخلاصة يا رجالة، أحمد عز وزينة دفعوا تمن 3 غلطات. رائع. عشان ايه؟ غالي، وانت قدامك فرصة تتعلم ببلاش وما تلبسش في حيطة. بص، القناة دي من النهاردة كلها للرجالة. هنتكلم في الفلوس، في الجواز، في القانون، في المشاكل اللي بتقابلنا.
ومحدش بيتكلم فيها. لو انت راجل وعايز الكلام ده يوصلك أول بأول، الممثل اشترك زي وفعل الجرس، مش عشان بتحبني، عشان ما تتفاجئش بكرة، عشان تبقى سابق بخطوة. ولو تعرف صاحبك متجوز أو داخل على الجواز، ابعت له الفيديو ده واجب عشان عليك. ايه؟ قولولي في الكومنتات انت شايف مين غلطان، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي بكلام تقيل. شكراً.